السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. وصفتنا النهاردة مميزة جدا، هنعمل مع بعض كيكة الزبادي. ايه رأيكم بقى في جمالها؟ ما شاء الله اللهم بارك. هنعملها مع بعض خطوة بخطوة بكل سهولة. وقبل ما نبدأ وصفتنا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. يلا بقى بينا على الطريقة، بسم الله. اول حاجة هنخل كوبايتين دقيق بكوباية الازاز دي كده. عيرت كوبايتين دقيق وهضيف ربع معلقه صغيره ملح وباكو بيكنج باودر. عايزاكم بقى تمشوا على الخطوات بالظبط تطلع معاكم الكيكه ناجحه 100%. وهنخل بقى المكونات كده. اهم حاجه نخل الدقيق بيدي طراوه حلوه قوي للكيكه. كده بقى ما نخلت الدقيق هقلبهم كده مع بعض وهركنهم لحد ما اعمل المواد السايله كله بقى في الخلاط. هضيف 3 بيضات وهضيف كمان باكو فانيليا وهضيف معلقه كبيره خل. الخل ده بيدي طراوه حلوه قوي للكيكه. ونص كوبايه زيت ذره وربع كوبايه سمنه بلدي سايحه بتدي طعم حلو قوي للكيكه. وهضيف كمان كوبايه ونص سكر بنفس الكوبايه اللي انا عيرت بيها الدقيق كده. بقى نص كوبايه بكوبايه ونص سكر وعلبه زبادي كامله بتدي طعم حلو قوي لكيكه الزبادي. وهضرب بقى المكونات دي كده في الخلاط لحد ما يندمجوا مع بعض واتاكد 100% ان السكر داب تماما بالطريقه دي. اهم حاجه تشغلي الخلاط 3 دقايق كده لحد ما السكر يدوب تماما بالطريقه دي كده. بقى معايا خليط السوائل جاهز. هجيب بقى الدقيق واضيف الخليط دوت كده على الدقيق. شايفين بقى قوام الخليط فاتح ازاي؟ وهقلب بقى بالمضرب السلك اليدوي ده لحد الدقيق يختفي تماما ومبقاش فيه اي تكتلات من الدقيق بالطريقه دي. اهم حاجه تقلبيها كويس جدا واهم حاجه تمشي على الخطوات بالظبط تطلع معاكي كيكه ناجحه 100%. وان شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان نمشي على الخطوات بالظبط. بعد بقى ما قلبتها كده معايا جاهزه القوام الكيكه كده مظبوط معايا وجاهز. هجيب بقى بوله واخد معلقتين كبار كده من خليط الكيك الابيض ده عشان هضيف عليه كاكاو علشان اشكل كيكه الزبادي بالكاكاو. بجيب بقى الكحكه دي، طبعا دي موجوده عندكم في كل بيت والمقاس دوت حلو جدا لكيكه الزبادي. بدينا بقى بالسمنه كويس جدا. هجيب معلقه دقيق كده ورشها في القالب. هوزع الدقيق كده في القالب بنفس الطريقه كده عشان تتقلب معايا كيكه بكل سهوله. بعد بقى ما وزعتها كده كده بقى معايا جاهزه. هجيب بقى خليط الكيك الابيض وهوزعها في القالب الجميل ده. شايفين بقى الكيكه وقوامها ما شاء الله اللهم بارك. قوام الكيكه كده معايا مظبوط. كده بقى معايا قالب الكيك جاهز. هركنها بقى كده على جنب. وهجيب بقى المعلقتين اللي انا خدتهم من خليط الكيك الابيض وهضيف عليه معلقه كبيره كاكاو وهضيف كمان معلقتين حليب. وهقلب خليط الكيك كويس جدا لحد ما يندمجوا مع بعض بالشكل ده. كده بقى معايا جاهزه. هجيب بقى كيس حلواني وهفضي بقى المعلقتين الكبار الكاكاو دي في الكيس الحلواني كده عشان اشكل الكيكه الجميله دي. كده بقى خليط الكيكه الكاكاو دي معايا جاهزه. هجيب بقى القالب وهعمل خطوط كده بالطول وتكون الخطوط متساويه قد بعضيها بتدي شكل حلو قوي للكيكه. الخطوط دي كده هنسويها مع بعضينا لحد ما اخلص القالب بنفس الطريقه ونفس التشكيل. اهم حاجه الكيكه في تشكيلها جميله جدا. عايزاكم بقى تجربوها والله هتعجبكم جدا وطريقتها سهله وبسيطه والطعم ما فيهوش ولا غلطه. هشكل كده الكيكه الجميله دي كده بالكيكه كاكاو لحد ما اخلص القالب كله بنفس التشكيل. عايزاكي بقى تعملي الكيكه دي لاولادك كده هيفرحوا بيها جدا لان طعمها جميل وسهله جدا وبسيطه وعملناها في البيت بكل سهوله. بعد بقى ما شكلت الكيكه كده هشكل برضو من النص كده نفس الخطوط الرفيعه دي كده. هوريكم بقى شكلها في النهايه تحفه فعلا جميله وتستحق التجربه. هعمل برضو نفس الخطوط كده لحد ما اخلص القالب كله بنفس الطريقه وبنفس الخطوات وهوريكم بقى تشكيلها عامل ازاي في النهايه. بعد بقى ما شكلتها بالشكل ده كده كده بقى معايا جاهز القالب ما شاء الله. ايه رايكم بقى في الكيكه الجميله دي؟ سهله بقى ولا مش سهله؟ وهجيب بقى خله خشب ومن نص الخطوط كده هعمل خط رفيع كده والنص التاني برضو بنفس الطريقه. عمل لي بقى تشكيل كيكه في منتهى الروعه والجمال. كده بقى شكلتها. سهله بقى ولا مش سهله؟ بهبدها هبدتين كده على الرخامه عشان اطلع منها الهواء واكون مشغله الفرن على درجه حراره 180 وادخلها كده في الرف الوسطاني. هتقعد معايا بالظبط نص ساعه وحسب الفرن بتاعك. واول ما تطلع ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ ما شاء الله اللهم بارك. سهله جدا. وهنقلب بقى الكيكه الجميله كده مع بعضينا. شايفين بقى الحلاوه طلعت معايا بكل سهوله. كده بقى معايا جاهزه. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه؟
سهله بقى الكيكه ولا مش سهله؟ وعملناها في البيت بكل سهوله. هي دي بقى كيكه الزبادي بطريقتي، جميله جدا وطعمها في منتهى الروعه والجمال. كده بقى الكيكه طالعه معايا تجنن حقيقي، جميله تستحق التجربه. والقالب معايا نضيف، معايا الكيكه مش لازقه فيه. يلا بقى نقطعوا الكيكه الجميله دي. شايفين بتتقطع معايا بكل سهوله عشان مقاديري ناجحه 100%. والكيكه ما فيهاش ولا غلطه، شكل وطعم في منتهى الروعه والجمال. فعلا اتمنى تجربوها بنفس الطريقه وبنفس الخطوات، وانا واثقه ومتاكده ان هي تعجبكم ان شاء الله. ولو حضراتكم عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو، واتمنى من حضراتكم مشاهده الفيديو للاخر عشان نستفادوا منه. شايفين بقى الكيكه جميله ازاي واسفنجيه وهشه وطعمها احلى واحلى. ولو اول مره تشاهدوا قناتي مطبخ سومه واسهل الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد، واتمنى من حضراتكم مشاهده الفيديو للاخر عشان نستفادوا منه. هي دي بقى كيكه الزبادي الجميله، عملتها بطريقتي هتعجبكم جدا. امشوا على الخطوات بالظبط تطلع معاكم كيكه ناجحه 100%. وبكده تكون وصفتنا خلاص خلصت. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم ان شاء الله. بشكركم جميعا على المشاهده، في انتظار تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني دايما وبتشجعني على تقديم الافضل في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.